الترجيحية الأولى. يلا شعيب يلا شعيب، لكن الهدف كرواتي. منتهى الهدوء، الفريق الكرواتي يتمكن من تسجيل الضربة الترجيحية الأولى. تصبح النتيجة 1-0 لممثل كرة القدم الكرواتية هايدوك سبليت. 1-0. مسجل الهدف الأول كوكو يانيتش. تتجه الأنظار لإيفان فورينيتش أمام الجوت. جوت الهدف، آدم الهدف، آدم، والتركيز كل تركيز لتسجيل هدف التعادل. آدم الجوت، الجوت في تسديد الضربة الترجيحية الأولى لفريق الأكاديمية. ضربة قدم الجوت، هدف جميل جدا. النتيجة هدف لهدف. الجوت سدد بشكل ممتاز، يعدل النتيجة، يعدل الكفة. 1-1 يا سادة. هنا في طريق للتصدي للضربة الترجيحية. شعيب، لكن الهدف للفريق الكرواتي يتمكن من تسجيل ثاني هدف. الغرض منه هو الجودة في التعامل مع الضربة الترجيحية. بوعزيز يسجل الهدف بشكل جميل. عميدهم هو من سيسدد، بيبيتش ماتيو. بذكريات روبرتو باجيو، بذكريات عدد من اللاعبين اللي اضاعوا ضربات، ترجيحية. بيبيتش امام شعيب بلاروش. كرة تسدد والتصدي للكبير بلاروش، المعدن الأصيل الذي لا يسطع، معدن الكبار الذي يظهر مرة أخرى في الضربات الترجيحية. شعيب بلاروش يتفوق، يتقدم للأكاديمية بتصديه لضربة ترجيحية في توقيت مهم جدا. قلت لكم هذه بذكريات روبرتو باجيو. بيبيتش، بن صالح يا ولد صالح. في ليلتكم هذه، ليلة الأكاديمية اليوم. بن صالح يتمكن من تسجيل الهدف والتقدم للأكاديمية. نظن أنه في طريقنا لحسم الأمور بشكل مبكر. ضربة ترجيحية لنادي هايدوك سبليت. فريق الأكاديمية متقدم 3-2. هذه المرة دافور بيستري. قدامك شعيب يا سيدي، هذا افضل حارس في القاره الافريقيه فئته. هذا واحد من كبار الحراس اللي شفناهم في كاس العالم الاخيره. شعيب عنده ثقه في النفس كبيره. يلا شعيب الكبير يا ساده. القليل ضربة النصر، كرة النصر، كرة اللقب، كرة التتويج باللقب، كرتكم هذه، ليلة الأكاديمية يا سادة. ليلتكم هذه، ليلتكم لن تفسدها شيء، لن يفسدها معطى. التركيز على الأكاديمية. يصنع اللقب. مرموش يقود الأكاديمية للتتويج باللقب. مرموش يقود الأكاديمية للاحتفال بليلة ليست كباقي الليالي. ليلة الافتخار بمجهود سنين. الأكاديمية تتوج بالمرة الأولى بلقب دوريها الدولي. مشروع انطلق منذ 16 سنة، مشروع تبناه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشروع برؤية ملكية سديدة، برؤية ملك حكيم تعطي أكلة مرة أخرى. تعودنا على هذه الاحتفالية. نقول لك طارق أولا هنيئا، ألف مبروك، تستحقون هذا اللقب. جودة ما تقومون به جزء من الثمار اللي نعيشوها كل هذه الليلة.
السادس في هذا الانتصار. صراحة توج واحد المسار جيد في هذه البطولة هذه. هنيئا لكل المؤطرين، هنيئا لكل الناس اللي كيشتغلوا في مجال التكوين، وهنيئا لكل الجمعيات اللي هما ساهموا بهذه الوليدات وجاوا الأكاديمية محمد السادس، لأن احنا كناخذهم من الأحياء، كناخذهم من الجمعيات، فضروري كاين هناك بداية لهاد اللاعبين في الأحياء ديالهم في كل المدن المغربية. هنيئا للجميع، هنيئا للطاقم التقني الأكاديمي والعاملين بالمؤسسة. هنيئا للجميع، هنيئا لكل من ساهم من قريب ومن بعيد لهذا النجاح. كيف هذا نجاح في رؤية هذه الابتسامة، في رؤية الأمهات في قمة سعادة في المدرجات. سعادتهم لا تقدر بثمن، سعادتهم لا تقدر بثمن. هذه السعادة التي يبحثون عليها ويبحثون عنها منذ أول يوم لهم في الأكاديمية، منذ أول نهار جاوا فيه للأكاديمية، منذ أول ساعة قاموا فيها في الأكاديمية. كل واحد ممن يعمل ويجتهد لكي يقدم هذا المنتوج له منا كل التحية، كل التقدير، كل الثناء، كل الإشادة يا سادة. أمسية ليست كباقي الأماسي، أمسية التتويج بلقب. مجهود كبير بذل لكي تنجح هذه البطولة.